السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارزق كل عقيم. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة. اللهم اغفر لأخي وصديقي محمد حسين منصور وزة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم ثبت المرابطين في الأقصى وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم ملائكة تحارب معهم وتصد عنهم الأذى. اللهم إن كثير من البلدان قد تخلوا عنهم، فكن أنت المعين وأنت المستعان وعليك التكلان. حلقتنا النهاردة الأهلي بأمر الله وصل وبسلامته وصل إلى الكونغو في فندق الإقامة الجديد المتواضع في الكونغو. الأهلي يستعد بتدريب، استعد اليوم بتدريب في 13:00 موعد المباراة على نفس ملعب المباراة، وسوف يستمر التدريب غدا في 13:00 أيضا نفس موعد المباراة على نفس الملعب. الأهلي يحاول أن يتعود على درجات الرطوبة العالية جدا، وكان في نصيحة من أحمد فتحي قالها في أحد الأفراح. قابل حد من لعيبة النادي الأهلي وقال له إحنا كنا بنلاعب مازيمبي في قلب الكونغو. مازيمبي طول ما الهدف الأول لم يحرزه هتقدر إن أنت تلعبه وتواجهه. عقب إحراز الهدف الأول سوف تجد طوفان وحماسة متناهية وقوة شديدة في اللعب ليحاول أن يخرج بالمباراة إلى أكثر من هدف وتحقيق فوز يريحه في المباراة القادمة. عموما الأهلي لم يحقق أي مكسب حتى الآن في ملعب تبو مابيتشي في الكونغو. الأهلي يحاول أن يتحدى جميع الظروف والصعاب التي وضع نفسه فيها، بداية من خسارة مباراة الزمالك في الدوري المصري، ومن قبلها التعادل المخيب أمام إنبي، وقبلها الخسارة والهزيمة المخيبة للآمال أمام البنك الأهلي. الأهلي في لقاءات الدوري المصري لم يقدم المستوى المردود منذ كان توقف الدوري. آخر مباراة لعبها النادي الأهلي كانت أمام بلدية المحلة، والتي استطاع فيها الفوز ب5 أهداف مقابل هدف، وقدم خلالها النادي الأهلي أداء جيدا وإحراز أهدافا غزيرة. استطاع النادي الأهلي في ذلك الوقت أن يحقق الفوز بأريحية وأن يعطي فرصة لكثير من اللاعبين، لكن بعد ذلك تم تأجيل مباراة إنبي لمعسكر المنتخب. وعقب عودة اللاعبين من معسكر المنتخب لم يؤدي لاعبي النادي الأهلي المستوى المردود والمنتظر منهم في مباريات سواء بطولة أفريقيا، رغم الفوز على سيمبا ذهابا وإيابا بهدف مقابل لا شيء في تنزانيا، والفوز بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة. ولكن على مستوى الدوري المصري الأهلي دفاعه مستمر. لابد من مراجعة الخطط الدفاعية وتمركز اللاعبين. مارسيل كولر عقب مباراة نادي الزمالك عمل تدريب في استاد القاهرة عقب انتهاء المباراة، عمل تدريب للاعبين، وثاني يوم الثلاث كان في راحة، وفي لقاء الأربع كان في محاضرة فنية ووجه اللعيبة اللوم الشديد ووراهم الأخطاء الكارثية اللي وقع فيها الدفاع، وخاصة في الهدف الثاني عدم تمركز وسام ابو علي بشكل صحيح، الاخطاء المتتاليه والمتتابعه من محمد عبد المنعم ومن رامي ربيعه في النواحي الدفاعيه، رغم ان رامي ربيعه انقذ مرمى النادي الاهلي من كرتين خطيرتين. الكرة الأولانية كانت من أحمد سيد زيزو اللي أصيب فيها أحمد سيد زيزو، والكرة الثانية كانت مع سيف الدين الجزيري اللي خطف الكرة بعد قلشة محمد عبد المنعم ودخلت 18، واستطاع رامي ربيعة في آخر ثانية إنه يمد رجله ويلعب الكرة، وسيف الدين الجزيري هو اللي شاط رجله. طلع علينا تعليقات كتيرة من التحكيم. بعض الحكام أشاروا بصحة هدف الزمالك، وبعض الحكام أشاروا بأن هدف الزمالك كان من خطأ واضح على سيف الدين الجزيري لارتكابه
ضربة حرة غير مباشرة نتيجة الجنرس بلاي اللي لعبه بالكرة، لعبة خطرة، وكانت رجله مرتفعة في دماغ عمر كمال عبد الواحد اللي لم يستطع أن يضع رأسه في الكرة خوفا من القدم المرتفعة. عموما محمد شبانة فجر المفاجأة لما سأل بيريرا رئيس لجنة التحكيم المصري عن أحداث مباراة الأهلي والزمالك، وقال له كريم نيدفيد كان يستحق الطرد ويستحق الإنذار الثاني. أشار بيريرا أنه لم يستحق الإنذار الثاني في الكرة التالية. ولما سألوا على صحة هدف نادي الزمالك قال له لا تعليق، وكرر عليه محمد شبانة السؤال دوت 3 مرات، وكان نفس الرد من بيريرا لا تعليق. إذن عدم تعليق حكم اللقاء على الهدف الثاني لصالح نادي الزمالك، لأنه لو كان الهدف صحيح كان قال إن الهدف صحيح ولم يكن يثير الحيرة بين المشاهدين. وهذا ما يؤكد أن إبراهيم نور الدين وطاقم التحكيم الموجود على الفار قد تلقوا لوما عنيفا وتوبيخا شديدا من رئيس لجنة التحكيم بيريرا. وأتمنى أن يعيد بيريرا وجهة نظره في وجود تحكيم مصري لمباريات الأهلي والزمالك. تاني حاجة، الناس اللي طلعوا وقاعدة بتتكلم إن النادي الأهلي بيتحجج بإن الكور لعيبة إدارية نادي الزمالك وحاملوا الكرات خبوهم وأخوهم، وإن أنت كان قدامك 90 دقيقة وما قدرتش إن أنت تلعب فيهم وتجيب فيهم أهداف وتحقق فيهم الانتصار. لا، أنا بقول لك بس أنت شوف مدى خوفك ورعبك من النادي الأهلي وصل بيك الأمور لإيه. أنا هجي لك من البداية. عند إصابة أحمد سيد زيزو ماذا فعل محمد عواد؟ محمد عواد ادعى الإصابة وجلس على الأرض ليتلقى العلاج حتى يتسنى لنادي الزمالك إجراء التغيير الأول بنزول اللاعب الأفريقي الأوغندي ماتيابا بديلا لأحمد سيد زيزو. ده كان أول إضاعة وقت من محمد عواد. تاني حاجة بقى، في الشوط الثاني محمد عواد وقع 3 مرات ويطلب العلاج، منهم واحدة ما كانش فيه كرة ناحيته خالص، وراح له إبراهيم نور الدين وقال له قوم، وكان يستوجب على إبراهيم نور الدين أن يعطيه إنذار، لأن في الكرة الأولى التي كانت أثناء تغيير أحمد سيد زيزو حذره وكان التحذير عنيف، وكان لابد من حصول محمد عواد على إنذار. ده الفرق ما بين لعيبة بتضيع وقت وهي خايفة إن هي تتغلب من النادي الأهلي اللي عامل لها رعب طول الفترة الماضية، وعارفين إن هم يعني مش عايز أقولها رعب قد إيه. يعني لما أنت جايب جون في الدقيقة 88 ومتبقي 8 دقائق وانت مش هتقدر ان انت تحافظ على الهدف وتخرج الكور وتشيل الكور وتخبيها، وشوف اللقطة اللي فيها حامل الكرات واداري نادي الزمالك وهم رايحين وبيتلفتوا حواليهم، التلفيته اللي حوالينها دي ما بيعملهاش غير الحراميه، وده لفظ عيب ان احنا نقوله على ناس كبار زيكم، المفروض ان هم محترمين. بس وفوجئت بالعقوبات الهزيلة من اتحاد الكرة، ولكن هذا هو ما هو موجود في اللائحة، ولكن كان لابد على إبراهيم نور الدين. فكل الأمور اللي حصلت دي بتوديك مدى خوف نادي الزمالك كان من النادي الأهلي قد إيه. وكان فاضل 8 دقايق، يعني لعيبة الزمالك احتفلت لمدة حوالي دقيقتين، ولما ضربة البداية الأهلي لما بدأها كان فاضل 6 دقايق والكور استخبت، وزيزو كان قام لحكم اللقاء وبيقول له انت اتجننت ولا ايه، عايز تحسبها ايه؟ واحمد ابراهيم نور الدين اداله انذار، في حد تاني كمان من على الدكه خد انذار. المشكله ان انت عايز تكسب اكسب، بس اكسب بطريقه تكون معقوله. بلاش الامور اللي بتخلي شكلنا وحش قدام العالم بره، بلاش الامور اللي بتخلي شكلنا سيء قدام الناس بره. لما جريدة الماركة الاسبانيه تنشر الصور بتاعت الناس اللي بتخبي الكوره وتقول كنا ناقص ان احنا نجيب سمير غانم ويقولوا هي الكوره فين، ويقول لك دي مقاله شهيره قريتها في مجله اسبانيه ولا في مجله مصريه. فالامور ما تخليهاش ان هي تكون صعبه، ما يكونش خوفك مني طول السنين دي وان انا مقعدك في الجحور وما بتخرجش منها غير كل فين وفين. الزمالك لما يفوز على النادي الاهلي منذ 2003 2004 حتى الان في الدوري العام سوى 4 مرات فقط لا غير.
شيكابالا الاسطوره اللي وجوده بيبقى فعل خير على النادي الاهلي اثناء المباريات، والزمالك ما كسبش في وجود شيكابالا على النادي الاهلي غير 3 مباريات، و3 مباريات كانوا غير مؤثرين، ولكن ب4 انتصارات، لان كان فيهم مباراه كانت بالتعادل السلبي، واستطاع الزمالك ان يفوز بضربات الجزاء في الامارات في كاس السوبر في المباراه الشهيره التي افتعل فيها شيكابالا امور خارجه عن الادب. شيكابالا اسطوره نادي الزمالك اللي جمهوره واخده اسطوره. عموما احنا مش هنبص لاي حاجه، وبنطلب من لاعيبه النادي الاهلي ان ما فعلوه في لقاء ال15 من ابريل 2024 من اداء متواضع ومخزي امام نادي الزمالك، لاعبي النادي الاهلي ومارسيل كولر ومجلس الاداره بالكامل بنطالبهم انهم يعيدوا كرامه النادي الاهلي الى موضعها مره ثانيه، وان يعيد من خرج من جحوره ليحتفل الى الجحور مره اخرى. ممرش غير 24 ساعة وكان تاني يوم النادي الأهلي بيفوز على نادي الزمالك، وكوماندوز اليد كانوا بيوصلوا لكأس العالم للأندية، والنادي الأهلي السنة دي ولله الحمد وصل كأس العالم للأندية في كرة القدم وفي كرة اليد، والآن الأهلي يلعب البطولة الأفريقية في القاهرة، وإن شاء الله سوف يحصل على بطولة افريقيا للكره الطائره، وسوف يصل الى كاس العالم للانديه في الكره الطائره ايضا، ويتبقى للنادي الاهلي بطوله سوبر جلوب الافريقيه، واذا استطاع النادي الاهلي الفوز بها سوف يصل الى كاس العالم للانديه لكره السله، وسوف يكون اول نادي في التاريخ يصل في 4 ألعاب جماعيه الى كاس العالم للانديه في تاريخ جميع اللعبات وجميع الانديه. النادي الاهلي السنه اللي فاتت وصل في 3 بطولات لكأس العالم للأندية، وهي بطولة كرة القدم، وكأس العالم للأندية لكرة السلة، وكأس العالم للأندية لكرة اليد. نتمنى هذا الموسم أن يكون رباعية، والأهلي يظل يحطم أرقامه القياسية مع نفسه. برشلونة خسر خسارة كبيرة جدا من باريس سان جيرمان اللي عمل ريمونتادا بعد ما كان مغلوب 1-0 وكان مغلوب على ملعبه 3-2، والعودة برباعية في شباك تير شتيجن وأروخو الذي تحصل على كارت أحمر في كرة كان لابد ان يترك لاعب باريس سان جيرمان ان يتجه بها الى المرمى، وحتى لو كان احرز هدف كان هيبقى هدف التعادل، وكانت هتبقى النتيجه 1-1، وما كانش برشلونه هيخسر لعيب من قلب الملعب، وكان هيفضل يكمل المباراه وهو ب11، ولما هتكمل المباراه وانت ب11 قصاد 11 كان هيبقى لك رد فعل تاني وخطير. نفس الكلام بفتكر في سنة 2008 عماد النحاس لما عمل الخطأ على لاعب النجم الساحلي ومنعه من الوصول إلى مرمى عصام الحضري، كان لابد على عماد النحاس أن يتركه، وكانت النتيجة التعادل 1-1، ولو كان سابه عماد النحاس حتى لو كان أحرز هدف كان الأهلي عنده من الوقت الكثير ليحرز 2 و3، ولكن هي أمور هي أخطاء يقع فيها اللاعب نتيجة بقى للشد العصبي لقلة التركيز لأي شيء من هذه الأشياء. وقع فيه عماد النحاس ووقع فيه أروخو، وكانت الخسارة والمحصلة هي خسارة النادي الأهلي لبطولة 2008 وخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ويفاجئنا الملكي ريال مدريد بالأمس الذي كان قد تعادل أمام مانشستر سيتي في ملعب ريال مدريد بالبرنابيو بالتعادل ب3 أهداف مقابل 3، والجميع قال واعتقد أن مانشستر سيتي سوف يفوز برباعية على ريال مدريد في ملعبه ومعقله بإنجلترا، ولكن ريال مدريد له أمور أخرى، واستطاع الفريقان أن ينهي اللقاء بالتعادل 1-1، وانتهى ال4 أشواط بالتعادل 4-4، ووصلوا إلى ضربات الجزاء التي استطاع ريال مدريد أن يحسمها برباعية لريال مدريد مقابل ثلاثية لمانشستر سيتي. باي باي جوارديولا أفضل مدير فني في الكرة العالمية. ولكن كارلو أنشيلوتي يبدو أن ريال مدريد والجينات المتوارثة الموجودة عند ريال مدريد هي صاحبة البطولة، بس لما نقول عندنا الحال الجينات المتوارثة في النادي الأهلي صاحبة البطولات، وهي التي تؤثر وتعطي الحماسة والقوة والإمكانيات العليا للاعبين للحصول على البطولات. النادي الأهلي إن شاء الله في 13 عصر يوم الثلاث، وهيكون يوم السبت إن شاء الله ولقاء أمام تيبي مازيمبي بقيادة تحكيمية نتمنى أن تكون عادلة لباسيفيك
الذي حكم للنادي الأهلي لقاء النهائي أمام كايزر تشيفز والبطولة العاشرة. نتمنى أن تكون البطولة 12 للنادي الأهلي هذه البطولة، والأهلي يحقق اللقب. ونتمنى ان ريال مدريد يخسر في الدور قبل النهائي ويخسر في النهائي وما ياخدش البطوله عشان ما يزودش من القابه، عشان النادي الاهلي في طريقه ان شاء الله انه يحطم لقب ريال مدريد وان يصبح الاول في الحصول على البطولات عالميا. نتمناها اهلاويه ان شاء الله. النادي الاهلي في مباراته امام تيفي مازيمبي اتوقع ان ينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي بهدف نظيف او هدفين مقابل هدف، ولكن اتمنى ان يكون الهدف نظيف او ان يحرز الاهلي هدفين نظيفين اذا قدر الله وكان التوفيق حليفا للاعبي النادي الاهلي. اتمنى من مارسيل كولر ان يعيد شخصيه النادي الاهلي الى طبيعته، وان يبدا بالتشكيل الامثل والا يترك التشكيلات التي يلعب بها في النهايه. يعني ما يكونش عندي التشكيل المفضل بركنه للنهايه، لا، ابدا بالتشكيل الاصلي بتاعك وعندك راحه لمده 7 ايام اللعيبه هتقدر تعمل استشفاء وترجع تاني. وقد يكون من الممكن وأنت في القاهرة أن يلحق بمباراة العودة حسين الشحات، إمام عاشور، محمد الشناوي. انتظروها قريبا. لاعبي النادي الأهلي سوف يعودون إلى المباراة. إن شاء الله يكون في بث مباشر في 13:00 يوم السبت إن شاء الله لنقل مباراة الأهلي وتيفي مازيمبي من الكونغو. إن شاء الله يكون البث مباشر ويستطيع النادي الأهلي الفوز باللقاء وتحقيق ووضع أول قدم في المباراة النهائية. لكن مش عايزين النتائج الإيجابية اللي بتحصل تلهينا عن لقاء العودة. كما رأينا لقاء العودة لبرشلونة الذي كان قد فاز على باريس سان جيرمان في معقله ب3 أهداف مقابل هدفين، وفي العودة خسر على ملعبه ب4 أهداف مقابل هدف. وريال مدريد الذي كان متعادلا في ملعبه ب3 أهداف مقابل 3 واستطاع العودة في مانشستر سيتي والتعادل بهدف مقابل هدف والفوز بركلات الجزاء الترجيحيه. نتمناها بطوله اهلاويه، والاميره ال 12 ان شاء الله تزين دولاب النادي الاهلي، ونجمه جديده تضاف على تيشيرت النادي الاهلي اللي ان شاء الله عقب انتهاء الدور قبل النهائي ووصوله الى المباراه النهائيه يركز شويه في بطوله الدوري والمباريات المؤجله ليه، ويحاول انه يوصل لاعلى سكور من 6 مباريات مؤجله. اتمنى ان يحصل النادي الاهلي على 18 نقطه عشان يوصل برصيده الى النقطه 39 ويكون متصدر للجدول الدوري عقب نهايه الدور الاول عشان يدخل الموسم القادم دوري ابطال افريقيا اللي هيكون بترتيب الدور الاول. المراكز الاربعه الاولى هي التي سوف تشارك. بكره ان شاء الله وفي المغرب وفي 1 ظهرا سوف يتم اجتماع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ومجلس الاتحاد الافريقي اللي مقره في القاهره، ولكن كل الامور تساق وتحاك من قلب المغرب، والاجتماعات جميعها تقام في المغرب. هذه الاجتماعات سوف تسفر عن بعض القرارات. اول القرارات هو زياده عدد الانديه المشاركه في دوري السوبر الافريقي الى 16 نادي، واذا كان 16 نادي ابتداء من هذا الموسم سوف يكون الزمالك احد الانديه المشاركه فيه، ولكن لو تاجل للموسم القادم سوف يكون بيراميدز، لان بيراميدز سوف يشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا ابطال الدوري الموسم القادم، وسوف يصل للترتيب لنقاط اعلى من نادي الزمالك، وسوف يكون بيراميدز هو الممثل الثاني للكره المصريه في البطوله. تاني حاجة الاتحاد الافريقي او فوزي لقجع مع الاتحاد الافريقي يدرسوا الغاء بطولة الكونفدرالية والتي سوف تلغى، لما يكون اخر بطولة اللي بتتلعب السنة دي اللي ان شاء الله الزمالك هو المرشح الاول للفوز بيها، او هتكون الموسم القادم تكون اخر بطولة في الكونفدرالية ومن الموسم بعد القادم سوف تنتهي. وفي هذه الحالة سوف يزيد الاتحاد الافريقي الكاف عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وسوف يزيد حصيلة الدول الكبرى إلى 3 أندية تشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بدلا من ناديين، وسوف تكون مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان الدول الكبيرة في أفريقيا هي أصحاب المراكز الفرق التي تشارك ب3 أندية في دوري أبطال أفريقيا أبطال الدوري من الموسم القادم. الاتحاد المغربي وفوزي لقجع يتحكموا في كل مقاليد الحكم في الاتحاد الافريقي نظرا لوجود رجال مخلصين يعملون لصالح دولة المغرب الشقيقة، عكس ما هو متواجد عندنا من وجود رجال غير مخلصين
يعملون لمصالحهم الشخصيه ولمن يدفع اكثر. خلصت حلقتنا، ما خلصتش اخبارنا، واستنونا وكل يوم في جديد وحلقه جديده ان شاء الله. قبل ما هقفل اقول لكم على تشكيل النادي الاهلي المتوقع والمحتمل للمباراه القادمه. سوف يكون في حراسه المرمى مصطفى شوبير، باك يمين محمد هاني، قلبين الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، بعد احاديث جانبيه وحوارات شديده وتنبيهات شديده بعدم الاخطاء في تلك المنطقه. وباك شمال هيكون علي معلول، قدامه في وسط الملعب اكرم توفيق واحمد نبيل كوكا، وقدامهم عمرو السوليه. هذا هو سوف يكون ثلاثي منتصف الملعب. هيكون على اليمين بيرسيتاو، وعلى الشمال رضا سليم، ومن الامام أسامة أبو علي رأس الحربة الأهلاوي. انتظرونا إن شاء الله، ولقاء جديد يوم السبت، مباراة الأهلي وتيبي مازيمبي، وبث مباشر إن شاء الله، فوز جديد للنادي الأهلي ووضع قدم في الدوري قبل النهائي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قديمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.